احنا لا كابتن لا انا عايز اتكلم في النقطه يا باشمهندس ايه المانع؟ هل المشاكل هتنتهي واللعيبه وعي قطع مش معلش بقى محتار دي بقى انا دلوقتي الرابط ان في مشكله من عبد الله السعيد والعكس المشكله تمام المشكله ديت يا استاذ سمير بتهد الدنيا وتبهدل الدنيا جوه الناس مفيش مشكله خالص. طب ليه ما بتطلعش من باب تاني خالص؟ ليه عبد الله السعيد لما تكتشف النهارده نازل مشاكل تاني مره مش قادر يعملها لان الجمهور هيبصوا له بصه معلش برضه بيقاطوا معايا. انا قلت ان انت هتكتب خبر حتى ضميرك المهني وحبك للنادي. النهارده اي حد جرس انذار لمجلس الاداره، معلش جرس انذار للكابتن ايمن الجمل بالعقد خبر كوارث النادي يا استاذ سيد، كوارث هو كلمه في التليفون اقول له يا استاذ سيد بعد اذنك كوارث النادي ما اتنشرتش. واشمعنى جت المشكله عبد الله السعيد اتنشرت؟ عبد الله السعيد كان وصل لفين بعد ماتش الاتحاد؟ انا الكوارث انا حضرت الكوارث لا يا استاذ سيد ما هو او كل واحد عارف كل حاجه يعني ما حدش هنا غريب عن الناس طبعا. لكن عبد الله السعيد كان وصل لحد معين فوق بعد ماتش الاتحاد واحنا شفنا بعدين دوت فكان لازم النقطه دي تتحط. خلي بالك يا عبد الله الناس كلها بتحبك وتحترمك كلها معاك وتدعمك لكن ده برضه مش ابدا يعني انت كتبت على عبد الله لازم يفوق. طبعا ده شيء ايجابي وجلدنا جوه هو ده شيء ايجابي. هي بس معلش يعني مثلا انا برضه يعني ايه انا هقول كلام ده شويه. لا اديتك بس انت اديت لنفسك حق وتحاسب عليه. متصور ان انت كده بتخدم اللعيبه بتخدم. لا اللعيب اللي بيغلط ده مين قال لك ان احنا محسوبين؟ بس عشان يا جماعه بتكلم ان هو انا يا جماعه انا شايف يا جماعه انا معلش انا شايف ان القعده دي لو خلصت الاطار اللي بنتكلم فيه المشكله جايه تبقى اكبر من كده بكتير مش هتحل. انا لازم عشان نتكلم دلوقتي بمنتهى المصداقيه حتى لو كلام هيزعل دلوقتي نزعل لكن نقوم من هنا واحنا متفقين على حاجه عشان بعد كده نخش زعل. انا بالنسبه انا بقول لكم ويمكن مش مصدر بعدين حضرتك يعني الخطا المعلن او المعلن اعلاني. انا يا جماعه مش انا انت اي حد مسؤول في شغل بيتعامل بشكل بلاقي حد ثاني. الخطا المعلن الناس كلها شايفاه انا ما اقدرش اقول ما تكتبوش. طب انا راجل ما فهمش حاجه ايه هو معلن الخطا حصل قدام الناس كلها. اثنين في زي ما انت بتقول مثلا اثنين في الملعب وجمهور و50 صحفي قاعد واثنين عملوا مشكله مع بعض. انا بقول لك انت ما بتكتبش طب ما ده هيكتب بس هذه الخبر ما حدش بيكتب. انت فاهم ازاي يا حبيبي يا جماعه يا كابتن ايمن يا جماعه معلش يا جماعه عشان برضه نقول كلام عشان ما نخش نعمل الحاجه اللي حصلت. يعني انت مثلا موضوع زي موضوع اللي حصل احمد خير كان في ناس كتير جدا واقفه. انا مش عشان الكاتب هقول لك ببساطه احنا بنتعامل انت في شغلك اي حد بيتعامل شغل شقين تحتين. الشق الاول بيتعامل بلائحه نظام بيطبقه على الكل والشق الثاني بيتعامل باسلوب رد فعل. يعني ماشي كمان دخل خالد اوضه اللبس بعد ماتش الانتاج الخارجي والناس اللي صوروا الكلام ده وحسام حسن زقه هو الكلام ده ما بيتنشفش. لكن حسام حسن عمل ايه مع ابراهيم حسن عمله مع شيكابالا اتخطف منه فلوس واتوقف. هو ده اللي يتحاسب عليه بقى حسام حسن ما يتحاسبش عن فعل شيكابالا يتحاسب عن رد فعله. انا خير مثلا تعدى حدوده في تمرين انا اتحاسب لو انا ما اتعاملتش معاه. لكن لو انا ما اتعاملتش معاه لا انت لو عاقبت اللعيبه ده دي كلها خبرات. لا دي مع اللعيبه لا خليك ده في نقطه عندنا مشكله هنا عشان اكلمكم فيها بصراحه. احنا بنتودد للعيبه وبنتقرب ليهم لان طبعا هم اساس المعلومه زي ما قال الاستاذ وكلكم قلتوا فبنبقى معاه على خط مستقيم ضد مصلحه الناس. الكلام ده حصل من اكثر من موقع واكثر من خبر انا مش هذاكر يعني مثلا زي ما هو شيكابالا خد عقوبه كام في الموقف؟ 120 استاذ شريف كاتب خبر او الموقع عنده كاتب خبر من حسني عبد ربه العقوبه 530,000 جنيه. طب ليه انت بتكتبها 530,000 530 لا ده ما اتكلم ولا ذكر الصيغه على فكره يعني العقوبه دي 10% لو اتطبقت على عمرو السولية عمل نفس الفعل ده هيخصم منه 15 كتير ولا شايف ان كتير العقوبه عشان 10% هو عشان بياخد فلوس كبيره. واخد بالك الحاجه الثانيه هذا الجزاء وقع عليه في شهر 7 واخصم بيه اتحاد الكوره في شهر 7 مش امبارح ولا الاسبوع اللي فات ولا اللي قبل كده عشان برضه من ضمن اللائحه والنظام اللي احنا عاملينه مجرد ما بتوقع عقوبه على اللعيبه يا اما انه يمضي عليها بالعلم كل اللعيبه ما بيمضوش يا اما في نفس اليوم بروح بعت لها اتحاد الكوره حتى لو جنيه. اللعيبه اللي بتخصم من عليه 100 جنيه في طبعا خصومات كتيره 100 جنيه طبعا الحاجات اللي انتم ما بتشوفوهاش او ما بتوصلكمش
100 جنيه و500 جنيه تاخير عن الغداء ومش عارف عن الفطار كل ده بيتكتب يوميا بالبيع على طول. ده هم بيصلوا. انا لو بعت العقوبه دلوقتي لاتحاد الكوره اللي بتكلم عليه هذا الشيء ما تعتمدش. لازم في ساعتها لازم يعني يوم ما يتوقع العقوبه بنبعتها على طول بالكثير ثاني يوم او ثالث يوم. والكلام ده هو اللي حمل النادي الاسماعيلي في قضيه ابراهيم سعيد، لان احنا بقى اول ناس عملناها. كان قبل كده اللعيبه بتمشي وبتنقطع عن التدريب وبتيجي اخر السنه بتطالب عقوبه كانت بتاخدها، لان انت ما اثبتش ان هم انقطعوا او ان في عقوبه ضدهم قريب منه. فاحنا ده نظام عقوبه تحط كاتب احمد يعقوب في ورقه او كاتب يعني التوقيت وبتاع ده بتلاقي اللعيب بياخد 5 مليون 300 لما يتخصم عليه 10%. ما 10% كتير؟ ما تحسبها بالطريقه دي مش كتير. وبعدين في حاجه مش مهندس لما اللعيبه يطلع يتكلم في التلفزيون وخد عقوبه 20,000 جنيه، في 8 لعيبه واخدين العقوبه دي واتطبقت عليهم واتخصم. في ده حاجات يا جماعه، في ده تبدا من كده وتنتهي كده يعني لغايه الكل اطبق عليها. مفيش حد يعني خد بالك بس صغير وكبير. هل ينفع ان انا افرق او هو كابتن ايمن فرق بينه وبين اللعيبه؟ كابتن مش لا انا لقيته مره ماضي عليها لعيبه مره شاني طلع يتكلم اسمع على منوي الجزيره على الموقف ده. وانا لما باجي انا باجي كل يوم. اول يوم ما جاتليش العقوبه بتاعته، ثاني يوم ما جاتليش العقوبه بتاعته، رحت مكلم الكابتن قلت له ده في شادي طلع يتكلم نتكلم باين على منوي وابوس دماغه واعمل ما اعرفش ايه. وروح ليه بكلم الكابتن ايمن قال لي معلش انا كابتن العقوبه بس المدير الفني شايف ان لا. رحت انا مكلم جوز حصل قلت له ايه اللي حصل كذا 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 كذا. قال لي ما فيش حاجه. هو اتكلم عن جوزيه. قلت له والله هو لعيب في الاسماعيلي مش لعيب في الاهلي عشان يتكلم عن جوزيه. وبعدين بغض النظر عن هو اتكلم عن مين ولا سين ولا قال كلام حلو ولا كلام وحش، اصلا في قرار بانه ما حدش يتكلم في الفتره دي. بيتكلم ليه؟ وحصلت مشكله بيني وبين بوتا ان لازم توقع عليه عقوبه عشان بقيه اللعيبه مالوش اشمعنى وانا مش انا اللي خاطئ. قلت له انت اللي تبعتها برضه يعني انت اللي شايف الخطا. كانت العقوبه توقع اصلا. ومستر مارك هو مستر عشان بس كنت فاهم حاجه. مستر مارك هو راس الجهاز مش انا هو. وانا بوفر له كل حاجه عشان يبقى هو قال لي لا انا شايف ولا هتكلم مع مجلس الاداره ولو حد كلام كلهم مستر مارك شايف ان الكلام اللي انا شايف ما يتهلش عقوبه. الورقه حطها جنب الباشمهندس اللي قال لي الورقه هي بس مستر مارك قال لي خلاص كلم المهندس مارك كلم مستر مارك قال لا لازم يتوقع عليه عقوبه واتعمل عليه عقوبه. وبعد ما شافت بلغ ان العقوبه اتشالت من عليه وكان حصل مشكله قد كده مع شادي واتحلت ما حدش عارف عنها حاجه. لا احنا في مواقع ثانيه